النهارده حاببه نعمل مع بعض الحواوشي الاسكندراني بطريقه سهله جدا على اصوله، يعني زي ما بيقولوا. بصوا العجينه ما شاء الله مستويه، وخلطه الحواوشي من جوه مستويه وطري ازاي، احسن من المحلات كمان. خلاص مش هنشتريه تاني من بره، هنعمله في البيت بكل سهوله ان شاء الله. بس يا حبيبتي تابعيني في الفيديو الاخر عشان نعرف الطريقه مع بعض ان شاء الله. ولو عجبك الفيديو يا قمر ما تنسيش تعملي لايك فضلا وليس امرا، وتعملي اشتراك لو اول مره تشوفي القناه، وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. نبتدي نسمي بسم الله الرحمن الرحيم دلوقتي. عندي المقادير هنا 4 كوبايات دقيق، دقيق مخبوزات او دقيق جميع الاستعمالات. 4 كوبايات دقيق، طبعا انتي لو عايزه تضاعفي الكميه براحتك هتضاعفي المقادير. دول 4 كوبايات دقيق منخولين. هحط عليهم معلقه كبيره خميره فوريه، معلقه كبيره سكر، احاول بس اعمل حفره كده بسيطه صغيره في النص، الجزء اللي هو بتاع الخميره ده عشان احط فيه الميه. وعندي معلقه صغيره ملح بس بعيده عن الخميره. كوبايه ميه دي اول حاجه هحطها في النص كده واقلب. برضو منها اختبر الخميره. بصوا ابتدت تعمل فقاعات من النص كده، يبقى هي الخميره كده كويسه شغاله معايا. ابتدي اكمل بقيه كوبايه الميه. لو عندك حليب بودر حطي برضو معلقتين، بيعزز الطعم برضو والفايده. انا ما عنديش، ممكن احط معلقتين لبن عادي، يعني اي حاجه. او لو ما عندكيش خلاص ميه بس. دي النص الكوبايه التانية، برضو مش هحطها كلها لان قلنا على حسب نوع الدقيق الميه بتختلف. خدت النص كده يبقى كوبايه ونص. وعندي معلقتين زيت، المها بقى بايديا. لمت كده خلاص في الطبق، ابتدي افضيها على رخامه نظيفه او الترابيزه اللي بتعجني عليها. رشه دقيق، ابتدي اعجن فيها كده. قلنا اسهل طريقه للعجن كده بلم وبفرد، عشان لو حد اول مره يشوفنا مش متابعنا يعرف برضو احنا متفقين على ايه. طريقه العجن بتبقى ازاي بطريقه سهله جدا وما تتعبكيش. ايد ماسكه العجين كده وايد برضو بتفرد. كده خلاص لمت. هدهن دهنة زيت بسيطة هنا في البولة اللي هحطها فيها، وعليها مسحة من الزيت خفيفة خالص، يعني معلقة صغيرة كده بدهنها من الجوانب بيها كلها. واغطيها في مكان دافي لمدة ساعة الا ربع لحد ما تخمر، ونرجع نشكلها مع بعض ان شاء الله. عندي خلطة الحواوشي بقى. اللحمة المفرومة الكمية اللي انت هتعمليها قدها بصل بالظبط، يعني لو هتعملي نص لحمة مفرومة هتجيبي نص بصل برضو. ربع فلفل رومي، لو عايزة حار برضو براحتك. بالنسبة للتوابل عندي هنا ملح ونص معلقة من كل حاجة، فلفل اسمر، بابريكا، قرفة، جنزبيل، كركم، ده كركم سوري، وكمون، وحاجة بسيطة خالص كبابة صيني. لو عايزة تجيبي اللي هي البهارات الجاهزة بتاعة الحواوشي من عند العطار براحتك، بس انا بحب اعملها في البيت. هقطع البصل مكعبات مع الفلفل في الكبة وافرمهم او تبشريهم، وهرجع لكم تاني عشان ما اطولش عليكم.
خلاص فرمت البصل مع الفلفل او بشرته، اي حاجه اللي عندك. هجيب اي بوله فاضيه وابتدي اعصر الميه بتاعه البصل والفلفل ديت، او في مصفى. شايفين كل الميه اللي بتنزل دي؟ هحط بس التفل هو اللي هنا، تفل البصل مع الفلفل. كده انا صفيت ميه البصل والفلفل دي، ما ترميهاش خالص، ممكن تحطيها في الفريزر تتبلي بيها فراخ او بانيه او اي حاجه او لحوم. ميه البصل ديت مع الفلفل. ابتدي احط بقى اللحمه المفرومه على التفل البصل مع الفلفل، والتوابل اللي قلنا عليها. دي نسبة من الدهن، لان لازم لحمة الحوش تكون فيها نسبة دهون شوية، بس انا بتاعتي عشان بصوا لحمة حمرا خالص، فاحط نسبة دهن حاجة بسيطة كده عليها. يا اما تجيبي لحمة حوش من الجزار، تقولوا لحمة حوش اللي هي بتبقى ملبسة شوية فيها دهون. هحط بقى حاجة بسيطة من البيكنج باودر عشان اللحمة المفرومة احسن حاجة، يعني نحط رشة بيكنج باودر كده بسيطة، او ربع معلقة صغيرة عشان ما تطلعش مكتومة مننا. بتدي نتيجة حلوة قوي بصراحة البيكنج باودر. هدعك بقى كل الخليط ده في بعض كده، خلطة الحواوشي ديت كده بقت جاهزة خلاص عندنا. يا اما بقى تسويها في العيش البلدي براحتك، يا اما زي ما احنا هنعملها النهاردة. كده خلاص بقت خلطة الحواوشي جاهزة عندنا، هسيبها بس تريح نص ساعة في التلاجة او ربع ساعة. بص يا حبايبي، عدى خلاص حوالي ساعة الا ربع، خمرت اهي. الحواوشي اللي احنا عملناها مع بعض حطيناها في التلاجة شوية. انا كده قسمتهم لكور، نفس عدد الكور ديت هعمل برضو كور من خلطة الحواوشي، عشان ما احطش ايدي في العجينة وبعدين احط ايدي في خلطة الحواوشي، فالعجينة مش هتقفل معاكي، فلازم تكوني منظمة برضو حاجتك قبل ما تبتدي. بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى كده خلاص قسمت الكور العجين والكور اللي هي خلطة الحواوشي. هنبتدي نشتغل مع بعض بقى. هنجيب اول كرة فردناها، رشة دقيق بعد ما غسلت ايدي من عجينة او خلطة الحواوشي. عندي حل من الاتنين، يا اما افردها بالنشابة يا اما بايدي كده، وابتدي اوسع كده، بفرد كده اهي، بشد بالراحة وهي بتوسع. طبعا ده اللي هي الرغيف اللي انا عاملاه ده اللي هو الميني، لو انت عايزة تكبري الحجم براحتك. اهو فرد اهو بدون نشابة خالص. هحطها في النص، ابتدي اقفل زي البقجة كده، اقفل كويس قوي. كده فردته خلاص اهو. ابتدي احطه بقى في صاج مدهون، مسحة زيت كده. هجيب تاني واحدة رشة دقيق، بس المرة دي اوريها لكم بالنشابة، لو عندك النشابة يبقى اسهل لك او اسرع. بفرد بالراحة كده. ما برفعهاش قوي. هجيب الكرة بتاعت خلطة الحواوشي اللي قلنا عليها، ادوس بس عليها حاجة بسيطة كده وهي هتتفرد بعدين. اقفل كده العجين مع العجين، ما بحطش العجين ده على خلطة الحواوشي عشان لو اتحط هنا مش هيرضى يقفل. اهو بكشكش كده واقفل. زي البقجة كده.
وافرد. خلاص واحطها في الصاج. هعمل اخر واحده معاكم. اهم حاجه تكوني منظمه زي ما انا قلتلك كده، عامله الكور بتاعت خلطه الحواوشي، عشان بس لو ايدك اتوسخت زي ما قلنا العجين بتاعك مش هيقفل، وهيبقى بصراحه يتبهدل من هنا كده بالخلطه الحواوشي، وهتلاقيه شكله مش حلو وهيغلبك يعني في القفل بتاعه. بلم كده وبقفل كده زي البقجة. وبرده ما بتترص في الصاج ترتاح شوية، بتتفرد اكتر من كده. عايزة تسويها في الفرن زي ما انا هعمل براحتك، عايزة تسويها في طاسة من فوق هتحطي مسحة زيت او معلقة زيت كبيرة في الطاسة، وهتبتدي تحطيها برضو الرغيف كده لحد ما ياخد لون من تحت، وبعدين تقلبيه على الوش التاني. انا خلاص رصيتهم في الصاج دلوقتي، وفي 3 برضو في الصاج التاني اهو. بصوا بقى لما ارتاحت شوية بتتفرد شوية تاني. انا طبعا مسخنه دلوقتي الفرن، بسخنه على درجه حراره 200 اول 5 دقايق بس كده، وبعدين اهدي النار للنص. دهنه زيت بسيطه كده من على الوش. هدخلهم الفرن دلوقتي على زي ما قلنا درجه حراره 200 اول 5 دقايق، وبعدين اهدي للنص لحد ما ياخدوا لون من تحت، وبعدين ايد الشوايه لو عندك الاتنين بايدوا مع بعض ايديهم على الشبكه في الرف الوسطاني. بصوا حبايبي ما شاء الله انا طلعته اهو، اخد حوالي ربع ساعه في الفرن. اول ما اخد لون من تحت اديت له لون برضو، اديله الشوايه واخد اللون اللي من فوق. بصوا ما شاء الله طري، والخلطه الحواوشي من جوه مستويه. هوريها لكم دلوقتي ان شاء الله. هنقسم واحد مع بعض دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا خلطه الحواوشي جوه اهي مستويه، والعجينه مستويه برضو. متنسوش بقى حبايبي لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك، ولو اول مره تشوفوا القناه تعملوا اشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وان شاء الله نتقابل في وصفه جديده وفيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.